السلام عليكم ورحمة الله خوتنا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. شكرا لكم على الدعم ديالكم، على التعاليق الإيجابية ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير، الله يكبر بكم. شفت واحد التعليق صراحة ضحكني. واحد الأخت كتبت لي قالت لي بنادم مشى كيتبحر وانت مقابل ليا الكوامل. والله الا ضحكني التعليق ديالها. الله يرحم لك الوالدين اختي. لا داكشي الارزاق، البحر راه في بلاصتو، الخدمه هي الاولى. ملي كتجي الخدمه راه كنخدموها. عاد انني انا ما كيعجبنيش الاكتظاظ، البلاصه اللي فيها الزحام ما كنمشيش لها. راه هادشي الناس اللي كيتابعوني منذ القدم عارفين عليا هادشي. ما كنمشيش للبحر في الصيف نهائيا. البحر كيعجبني انا في شهر 10 شهر 11 شهر 12 وقت البرد. غتجيكم مغربه كيعجبني داك البحر ملي كيكون داك الضباب مع شويه ديال الشتا خفيفه اولا غير داك البرد ديك. والبحر كيكون خاوي كنلقى فيه راحتي هكاك. سبحان الله العظيم ما كيعجبنيش انا البحر في الصيف نهائيا. كاع البلايص عمرين ما كنمشيش ليهم. كنريح، كيعجبني شي بلاصه اللي كتكون خاويه كنتكونسونطرا فيها بوحدي. في الغالب ديال الاحيان كنسافر بوحدي، كنكتفي بنفسي. ما عرفت كاينين الناس اللي بحالي غادي يفهموني. انا شويه هكا عازل راسي، كيعجبني نريح. عندي صحابي كنجلس معاهم ولكن ماشي ديما، مره في شحال. اما في الغالب انا تنكون بوحدي، كيعجبني نخرج بوحدي، كنسافر بوحدي، كنجلس مع راسي بوحدي هكا، كنقاد الافكار ديالي، كنرتاح، كنعرف اش غادي ندير، اشنو اللي ما خصنيش ندير. هذا الشيء اللي كاين. والبحر في الصيف راه واخا نكون نيت ما خدام، كنفضل نبقى غير جالس في الدار ونرتاح على انني نمشي للبحر في الصيف. كل واحد وشخصيته، كل واحد كيف خلقه الله. انا من هذا النوع ديال الناس اللي شويه بعيد على الصداع وقوه البشر، ما كيعجبنيش الزحام. هذا الشيء اللي كاين. الله يعطيكم الخير. وبزاف منكم كيطلبوني على، كيقولوا لي واش ممكن نقراو عندك الطبخه، ولا كاينه شي مدرسه فين نقراو الطبخ. بالنسبه للمدرسه، انا قريت في المدرسه ديال المسيره اللي كاينه في اكادير. ولكن ديك المدرسه ديال المسيره اللي كاينه في اكادير ضروري كيكون عندك واحد المستوى دراسي باش تقدر تقيد فيها. لا هي لا بزاف المدارس بحالها صراحه. وكاينين الناس اللي كيصيفطوا ليا في الخاص عندهم مثلا خارجين في السابعه، ولا العيالات خرجوا في السادس وبغاو ديبلوم ديال الكوزينه. انا نقدر نصيفطكم لواحد البلاصه اللي هي زوينه، كيقريو مزيان وما عندهمش مستوى دراسي محدد. ممكن يكون عندك ثاني اعدادي او لا اولى اعدادي ولا غير الابتدائي وتمشي وتقرا الطبخ تما. ما عندوش علاقه بالمدرسه. كيعلموك طبخ مغربي. عاد انا المدرسه اللي قريت فيها انا راه ما قراوناش الطبخ المغربي، كانوا كيقريونا اطباق اخرى وحوايج اخرى في الطبخ. وكنا كندوزو ستاج في لي زوطيل. هادو غيقريوك الطبخ المغربي وغادي يقريوك جميع الانواع ديال الطبخ اللي كاين، وكذلك غادي يصيفطوك دوز ستاج الا بغيتي في شي اوتيل كيدبروا لك. هاد المدرسه مدرسه ديال اسراء اللي كاينه في تمازارت، جمعيه اسراء لفنون الطبخ كاينه في تمازارت عند الشاف بشرى. راه هي كتقريكم، ومعها واحد الاخت نسيت السميه ديالها كتقري لا باتيسري. مزيانين. مدرسه زوينه. وما واخا تكون خارج في السادس تمشي تقرا تما كتاخذ ديبلوم، كتاخذ شهاده. صراحه ما كنقدر ننصحك به. بالنسبه للساكنه ديال ايت ملول والنواحي اللي قراب الايت ملول بغاو يتسجلوا تما، راه غادي نخلي لكم رقم السيده اللي هي الشاف بشرى هنا في الفيديو، او لا في الانستغرام غادي نطاقيها باش تقدروا تواصلوا معها وتمشيو اللي بغى يقرا تما. اما بالنسبه لي انا ما كنقريش كمؤسسه، انا كندير غير دورات تكوينيه عن بعد او لا عن قرب. دابا حاليا راه خدام على دوره تكوينيه عن بعد. اللي بغى يدخل عندي لدوره تكوينيه راه مرحبا. باقي كنسجلوا في الناس. راه كنت غادي نديرها لكم في هذا الشهر 8 ساعه دركاتني الخدمه. ان شاء الله راه غادي نتصل بكم واحد بواحد ومرحبا بكم. هذا الشيء اللي كاين. الله يعطيكم الخير والله يرحم لكم الوالدين على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على الكلام الطيب الجميل اللي كنسمعوا في حقي. انتم كتسمعوني هذا الكلام. الله يجازيكم بخير. صراحه اللي قلتها في حقكم راه قليله. شكرا للقلوب الطيبه والعقول الراقيه اللي كيتابعونا وكيساندونا. شرف لنا ان ناس بحالكم كيتابعونا وكيساندونا. الله يرحم لكم الوالدين والله يجيبنا في الصواب. اللي شاف فينا شي حاجه ماشي هي هذيك يسمح لنا. وهذا الشيء اللي كاين. تبارك الله عليكم. الفيديو القادم ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم اللي بغى يقرا في شي مدرسه يقرا فيها الطبخ وما يكونش عندها علاقه بالمستوى الدراسي يمشي لجمعيه اسراء. راه كاينه في تمازارت. صراحه كيقريو الطبخ. شحال من واحد تلاقيت معاه قال لي تخرج من تما وقرا تما مزيان. سيرو. كنشجع انا دوك الناس لانهم شجعوا بزاف ديال الشباب وبزاف ديال السيدات تعلموا على يديهم. هذا الشيء اللي كاين. ما بالنسبه للناس اللي كيسولوني على البلاصه اللي قريت فيها انا، راه المدرسه ديال المسيره اكادير تما فين قريت. ولكن كنا قرينا الطبخ انترناسيونال ماشي، او درنا لي بلا برانسيبال ماشي غير الطبخ المغربي. لان الطبخ المغربي ما قريتوش تما. الطبخ المغربي كان اجتهاد مني
تقاتلت مع راسي براسي ووقفت على رجلي بوحدي بجهد الله عز وجل. هذا الشيء اللي كاين. خديت دوك الافكار اللي خديت من المدرسه، الى لاحظتوا راه الطياب ديالي شويه مختلف على ديال بزاف تاع الناس، لان ذاك الخير كان اجتهاد شخصي. وكيف ما قلت لكم قريت في المدرسه ديال المسيره اكادير، ولكن ديك المدرسه ضروري على الاقل يكون عندك نيفو باك باش تقدر تقرا تكنيسيان. الا كانت عندك التاسعه ضروري تكون عندك التاسعه باش تقدر تقرا كاليفي ياك. هنا اما المدرسه هذه ممكن تكوني قاريه ولا ما قارياش، غتمشي غتقراي الطبخ وغادي تقراي عن جداره واستحقاق وتاخذي الشهاده ديالك او ديبلوم ديالك عن جداره واستحقاق، لان كاين تما شاف بشرى جد متمكنه، وكيكونوا الناس اللي معاها حتى هما جد متمكنين ما شاء الله. ما غاديش تخرجي وكيف ما دخلتي ضروري غتخرجي وراسك عامر معلومات وعندك خبره في الطبخ المغربي وفي الطبخ بصفه عامه وحتى في مجال الحلويات. هذا الشيء اللي كاين. الله يسعد الجميع، الله يسر الامور للجميع، الله يعطي الخير لكل واحد ناوي الخير، والله يرزقنا جميعا يا ربي. كاع الناس اللي كيتمناو الخير لوليدات الناس الله يعطيهم هذا الخير في صحتهم في وليداتهم. الله ييسر الامور. والبنيتات اللي كيتمناو الزواج وكيقولوا يا ربي تسهل بشي عريس باش نحضروك في عرسنا، ان شاء الله يجيب الله هذا العريس وتحضروني في عرسكم ان شاء الله. تحيه تقدير واحترام لجميع الناس. وكذلك الشباب اللي كيتمناو العمل او زوجه صالحه اللي يسعدهم في حياتهم ويسر لهم الامور. والله يرحم لكم الوالدين على كل دعم اعطيتوه لي، على كل كلمه طيبه سمعتها منكم. شكرا لكم، لان هذه المهنه اللي انا خدام فيها حاليا كانت عندي هوايه قبل ما ناخذها كمهنه، والحمد لله مشيت فيها كمهنه من بعد ما كنت كنبغيها كهوايه، ودابا خليتوني نتوما نحبها اكثر واكثر بسبب التعاليق ديالكم، لان الحمد لله مهنه شريفه كنعطيو فيها من قلوبنا، كنخدموا من قلوبنا، وربي كيزيد ييسر لنا الامور. الله يرحم لكم الوالدين. شكرا لكم من القلب. وسمحوا لي واخا طولت عليكم الفيديو، راه غير بغيت نوصلوا ل7 دقائق وشويه باش نقدر نبارطاجيه في اليوتيوب ياك، حيت الا كان قل من 5 دقائق ما كيشدش لينا الاشارات. يلا بالسلامه عليكم، حياكم الله، الله يرحم لكم الوالدين.